سمع الرئيس صراخ زوجته طلبا للنجدة، فاندفع على الفور وسط الحشد الصاخب، لكنه رأى امرأة يتم تثبيتها أرضا من قبل مجموعة من الأشخاص. عندما سقط قناعها، صدم الرجل عندما اكتشف أنها زوجته. على الفور أمر بإطلاق سراحها. عندما رأت المرأة أن زوجها جاء لمساعدتها، ردت على الفور على المرأة الماكرة. ذهل الضيوف المحيطون بتصرفها، ولم يتوقعوا أن تكون جريئة إلى هذا الحد. هرعت المرأة الماكرة على الفور أمام الرئيس لتقديم شكوى، لكن الرئيس أمر حراسه باحتجازها، ثم حمل زوجته وغادر الحفلة. رأت المرأة أن تصرف الرئيس غريب، لأنه لم يحملها من قبل أبدا. اتضح أن زواجهما كان مجرد زواج عمل، وكان يبحث دائما عن حب طفولته الأول. كان يقوم بفحص مئات النساء كل يوم فقط للعثور على الفتاة التي لديها وحمة على شكل هلال على ساقها. في ذلك اليوم كان الرجل يستعد للطلاق من زوجته، لكن فجأة بدأ يسعل بلا توقف. اصطحبه المساعد إلى المستشفى على الفور. عندما علمت المرأة بمرض زوجها شعرت بفرح غامر، لكن عندما وصلت إلى باب غرفة المريض وضعت بسرعة بضع قطرات من الدواء في عينيها، وركضت إلى الداخل متظاهرة بالحزن، وأمسكت بيد زوجها وقالت: كيف سأعيش بدونك؟ لكنها لم تكن تعلم أنه بعد إصابته بهذا المرض اكتسب الرجل عن طريق الخطأ القدرة على سماع أفكارها. سمعها وهي تفكر: بمجرد أن يحدث له أي شيء يمكنني أخذ أمواله والسفر حول العالم. عندما رأى زوجته صامتة ظن أنه سمع خطأ، فسألها لماذا جاءت لزيارته. ظاهريا قالت إنها قلقة عليه للغاية، لكن في داخلها كانت تفكر أنها جاءت لتسمع وصية زوجها الأخيرة قبل وفاته. هذه المرة كان الرجل متأكدا من أن ما سمعه هو أفكار زوجته الحقيقية، لذلك أوقف خطته للطلاق وقرر مراقبة زوجته ليرى كيف هي حقا. عندما غادرا المستشفى واجها عطلا في المصعد. تظاهرت المرأة على الفور بالضعف وطلبت الحماية من زوجها، لكن الرجل فقد وعيه. لم تتوقع أن يكون زوجها ضعيفا إلى هذا الحد. أثناء انتظار الإنقاذ روت قصص رعب لزوجها على الرغم من أنه كان فاقدا للوعي. رأى الرجل على صدرها لؤلؤة حمراء، وكانت هذه هي هدية الخطوبة التي تبادلها هو وحب طفولته الأول. حاول فتح فمه ليسأل، لكنه فزع من قصة الرعب التي روتها زوجته لدرجة أنه فقد الوعي مرة أخرى.